بسم الله الرحمن الرحيم. ما شاء الله النهارده رحت جبت كبده فراخ هعملها مزاليكيا. براحتكم بقى، الكميه حسب ما ترجع لكم. صبحه وجميله وفريش، واهم حاجه ما تحطوهاش في الفريزر. انا جربتها وحطيتها في الفريزر بصراحه مش عجبتني. الحاجه الفريش ما فيش احسن منها. بصل متقطع مكعبات او جوليان صغيره كده حسب ما تحبوا. ودي طماطمايه ناشفه، يعني ما تاخدوش اللي هي طريه شويه، عشان تدنها بحالها كده يعني واضحه في الاكل. وده فلفل من اللي انا كنت زرعاه على السطح، فلفل ودي شطه، وده كان فلفل عندي الوان في الفريزر طلعت حبه. ودي ليا، انا بحب استعمل الليا على الاكل، دي حاجه ترجع لكم. ودي بهارات كلها، يعني قرفه وجنزبيل وبصل بودر وتوم بودر وكمون وتوم، يعني حبه توم حلوين كده وملح، وهنحط شعريه فلفل اسود في الاخر. انا بعمل يعني هقطع الكبده عشان هي كبيره شويه، هقطعها نصين بس نشوف بحيث عشان اوسع عليكم. وحبه بطاطس محمره جنبها، حتى انا حاطه البطاطس مجهزاها على الولعه كلكم عارفين تحمير البطاطس. اقطع كده، انا فاتحه عليها الميه يعني ميه جاريه. ما شاء الله الكبديه جميله ازاي وطازه، يعني بصوا نضيفه. وبعدين بغسلها على طول تحت الميه. انا هكمل بقى الكميه واوريها لكم. هو لازم يديك، بصي ما شاء الله الكبديه طول ومليانه وجميله كله كده. لازم هقطع بقى القوانص كده الكبد قصدي، القلوب قصدي، عشان مش تبقى بس بقى طويله عامله. ودي كانت عندي قوانص وهعملها. انا فتحت القلوب عشان بيبقى فيها تعرقات دم زي ما انتم شايفين كده، بس انا هرجع اشطفها تاني، يعني انا احطها في مصفى وميه جاريه تحتيها. عايزين تحطوا خل دي حاجه ترجع لكم، انا مش بحب احط خل على الحاجات الطازه، يعني الصبحه الميه الجاريه مفيش احسن منها. ماما معوداني على كده، الحاجات اللي هي الطيور والحاجات دي لازم تدني الميه مفتوحه عليها عشان الدم يطلع منها والزفره تمشي. يعني ده كده هنشيله وهننقعها تاني، هفتح عليها الميه يعني. عايزين بقى تحطوا ليمون تحطوا خل براحتكم كده اهي. القوانص هحطها بحالها. هنزل بقى بحبه زيت واللية، بعد كده هتاخد بس تشويحه بسيطه وهنزل بالكبده. ريحه اللي هي طلعت كده جميله ما شاء الله، اللهم صل على النبي، ريحتها جميله. هنزل بقى كده تتشوح كده كله مع بعض كده بالقوانص كده. تغير لونها كده بس، اصل الكبده طريه وما بتاخدش وقت، هي بس تشمع كده. بعد كده ننزل بقى عليها بالمكونات، وما تقلبوش فيها كتير عشان ما تتريش منكم لانها ضعيفه برضو كده. بس نزقها بقى في جنب كده وننزل. هنزل بقى بالبصل الاول كده واشوحه. يتقلب بقى كده تشويحه كده في الجنب من طعم اللي انا حطاها وحبه الزيت اللي انا حطاها. عايزه تحطي سمنه براحتك، عايزه تحطي زيت بس براحتك. هقلب بقى البصل كده. بتنجان مخلل بقى جنبه، بصوا البتنجان ما شاء الله جميل ومش مبذر ولا حاجه ازاي. هرش عليه ملح. اما دول كده يتدبلوا هنزل بقى هنزل بقى بالفلفل الالوان والفلفل والشطه. عايزين تحطوا شطه حاميه براحتكم، وهي في حاجه حاميه على فكره، ما بحبش ادوق الاكل بصراحه، بس انا شامه ريحه جديده قوي. ما اعرفش، ما بحبش ادوق الاكل حتى في يعني مش في رمضان او غير رمضان، ما بعرفش كده. تشويحه برضو. هنزل بقى بالثوم والبهارات عشان تبقى اخر حاجه كده وتديها طعم كده في النص. اقلب بس كده عشان لون الفلفل واضح زي ما هو ولونه ما يغيرش من الميه كده. بس في النص كده ننزل بالثوم والبهارات نرش كده. لازم كمون على الكبده، ما شاء الله الريحه طالعه عليها تحفه. اللهم صل على النبي. تقليبه واحده كمان كده في البهارات برده، وبعد كده ننزل بالطماطم حبه ميه بسيطه. ما شاء الله ما شاء الله تحفه. هنزل بقى بالطماطم كده هنسيبها كده بقى، مش هقلب بقى، هي الطماطم هتستوي اللي على الوش. وهننزل يعني قولي نص كوبايه ميه كده بسيطه، هي كده مستويه اصلا
لان الكبده بتبقى ضعيفه، بس عشان القلب والقوانص اللي احنا حاطينها كده ما شاء الله جميله. وهنغطي عليها كده كده. الطماطم دي هتنزل وهتدي مزازه للكبده وطعم. ما شاء الله الكبده مش خدت وقت اهي، وما شاء الله طريه وجوسي وجميله، واكلات سهله وبسيطه ومش مكلفه قوي برضو في الغلا اللي احنا فيه ده يعني برضو يعني. بطاطس، لازم البطاطس دي محشوره في اي حاجه، لازم بطاطس محمره، وسلطه بتنجان ومايونيز. ولو عايزين تعملوا رز جنبها، بس انا رايي العيش احسن، عيش بلدي كده طازه جاي من الفرن، طازه جميل. ومايونيز لو عايزين، او توميه دي تليق عليها، وسلطه الطحينه برضو تليق على الكبده. وهنحلي ببطيخ طبعا، بس مش دي كل الكميه. وبوريكم بس احنا بنعمل ايه يعني. ولايك وشير واشتراك في القناه وفعلوا زر الجرس.